الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طاسة الكبدة كده، وهنعمل منها سندوتشات بطريقة سهلة جدا، بتكة هتخلي الكبدة معاكي طعمها اقوى وريحتها اقوى. حاجة سهلة جدا وبسيطة، وبعدين هتعمليها في 10 دقايق وتعملي منها احلى سندوتشات. زي ما انتم شايفين كده سندوتشات الكبده وعليها طحينه كده. عايزه اقول لكم حاجه اخر فخامه وطعمها تحفه تحفه. تسلم ايدي. يا رب يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه. عايزين طعم اقوى للكبده، هنبدا نحط توم. انا مخرطه شويه توم، شويه توم حلوين كده يعني. خدت منهم شويه وهبدا اطلع ريحتهم علشان خاطر ريحه الكبده تبقى عندي اقوى. اول ما يتبالوا كده وريحتهم تطلع هحط لهم كمان شويه فلفل. انا مخرطه فلفل. هحط بقى هنا دلوقتي فلفل. تبدا بقى ريحتهم تطلع وابدا انزل بالكبده. دلوقتي الكبده بقى عندي انا حطيت عليها معلقه خل على عصير نص ليمونه وقلبتهم على بعض. بعدين بقى هنزل بيهم على الثوم والفلفل. لما ريحتهم طلعت هتدينا طعم وريحه اقوى للكبده. بصوا الريحه دلوقتي من دلوقتي بدأت تطلع جميله جدا. لازم بقى ايه، استنى افضل اقف جنبها اقلبها كده لحد ما الكبده كلها يتغير لونها، وبعدين نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بعد ما تغير لونها كده، هي لسه طبعا ما استوتش وانا شغاله على نار عاليه على فكره. ما ينفعش اعملها على نار واطيه عشان خاطر ما تتهريش مني. وبعدين هي لازم تكون يعني تقريبا بتبقى سوا الا ربع علشان تفضل مستويه، تفضل محتفظه بالجلده بتاعها برضو. دلوقتي بقى هبدا انزل بقيه الثوم اللي عندي. انا طبعا حاطه لها ثوم، حطيت لها معلقه ثوم بس، ما حطيتش كل الثوم. وبقيه الفلفل برضو انا مخرطه فلفل قرن فلفل حامي على قرنين فلفل كوبي. هنبدا بقى نقلبهم كده على بعض. انا حطيت الحركه بتاعت الاول لما حمرنا، لما خلينا التومه كده والفلفل يطلع ريحتهم، بتدي طعم وريحه اقوى للكبده. تبقى يعني بصي ريحتها طالعه وانا واقفه دلوقتي جنبها عايزه اعمل منها سندوتش واكل، يعني تبقى ريحتها حلوه جدا. طب انا عندي ايه بقى اللي فاضل؟ عندي هنا هريسه فلفل وملح وكمون. لو ما عندكيش هريسه فلفل ما تحطيش. نبدا نقلب كده كله على بعضه، وهنديها تقليبه بس كده، وبعد كده نقدمها على طول او نعمل منها سندوتشات. بس كده خلاص، هي كده استوت وهتتقدم او تتعمل منها احلى سندوتشات. دلوقتي هنعمل سلطه الطحينه. ادي الطحينه عندي اهي، توم مفروم. يعني بصوا دي ابسط طريقه، يعني في دقيقه وانتي واقفه هتعمليها. عندي هنا توم مفروم وملح وكمون. هنا كمون، ملح، هنا معلقه خل، وهنزود بالميه. دي ميه طبعا بقى على حسب انت عايزاها سمكها خفيف ولا تقيل، هتزودي الميه. ولو لقيتي وحسيتي ان عايزه ملح بعد كده تزوديها. انا بحبها وسط كده، خير الامور الوسط، لا هي تقيله قوي ولا خفيفه قوي.
كده سمكها حلو، وهي لما بتتساب في التلاجة بتتقل شوية. هحط لها بقى شوية كمون كده كده، واسيبها بقى بالشكل ده، واقدمها كده بتبقى حلوة جدا. شايفين شكلها ايه؟ بتبقى حلوة جدا جدا على السفرة. وبعدين لما بعملها كده بحطها بعد كده في التلاجة بتتقل شوية. ايه، هعمل منها دلوقتي السندوتشات. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده احلى سندوتشات كبده. يا رب يعجبكم الفيديو، ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.